هل يمكن أن نرى كريستيانو رونالدو بقميص الوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية 2025؟ سؤال أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة مع اقتراب 2025 انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية في 14 من يونيو عام 2025. النسخة الجديدة من البطولة تشهد مشاركة 32 فريقا لأول مرة، مما يزيد من حجم المنافسة والاهتمام العالمي. رونالدو البالغ من العمر 40 عاما لا يزال يقدم مستويات مميزة مع نادي النصر السعودي، حيث يتصدر قائمة هداف الدوري السعودي برصيد 24 هدفا. لكن النصر لم يتأهل لكأس العالم للأندية، مما يفتح الباب أمام إمكانية انتقال رونالدو مؤقتا إلى أحد الأندية المشاركة في البطولة. وفقا للوائح الفيفا، يسمح للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية باستعارة لاعبين من أندية غير متأهلة، بشرط أن يكون اللاعب مسجلا في قائمة فريقه خلال الموسم، وألا يكون قد شارك مع فريقه في النسخة السابقة من البطولة. كما حددت الفيفا فترتين للتسجيل الاستثنائي، الأولى من الأول إلى 10 من يونيو، والثانية من 27 من يونيو إلى 3 من يوليو. في هذا السياق ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن نادي الوداد البيضاوي المغربي يسعى لاستعارة كريستيانو رونالدو للمشاركة معه في البطولة. صحيفة ماركا الإسبانية أشارت إلى أن الوداد يطمح إلى تعزيز صفوفه بالنجم البرتغالي، ليس فقط لأسباب رياضية، بل أيضا لجذب الانتباه الإعلامي وزيادة شعبية النادي على الصعيد العالمي. من جهته، لم يؤكد رئيس نادي الوداد هشام أيتمنة وجود مفاوضات رسمية مع رونالدو، مشيرا إلى أن ما تم كريستيانو برا لا فايز يتعلق سيفينا. كريستيانو برا بينه وبين وكيل أعمال اللاعب. كما أشار إلى أن النادي لا يستطيع تحمل الراتب الضخم الذي يتقاضاه رونالدو مع النصر، الدوري يخضع للاتحاد 16 مليون يورو شهريا. رغم ذلك لم تغلق الأبواب تماما أمام هذه الصفقة المحتملة. رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ألمح في تصريحات له إلى إمكانية مشاركة رونالدو في البطولة مع أحد الأندية المشاركة، مما يعزز من احتمالية انتقاله المؤقت. في حال تحقق هذا الانتقال، سيكون له تأثير كبير على نادي الوداد، حيث سيعزز من فرصه في المنافسة أمام أندية قوية مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي. كما أن وجود رونالدو سيجذب اهتماما إعلاميا واسعا، مما يرفع من قيمة البطولة ويزيد من شعبية الوداد على الصعيد العالمي. ومع اقتراب موعد البطولة، يبقى السؤال مطروحا: هل سنشهد كريستيانو رونالدو بقميص الوداد في كأس العالم للأندية 2025؟ الإجابة ستتضح في الأيام القليلة المقبلة مع فتح نافذة الانتقالات الاستثنائية وتحديد القوائم النهائية للأندية المشاركة. في انتظار ذلك، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذا الحدث الكبير الذي يعد بفرجة كروية مميزة ومنافسة شرسة بين أفضل الأندية العالمية. في حال انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي الوداد البيضاوي خلال كأس العالم للأندية 2025، سيكون لهذا الحدث تأثير اقتصادي وإعلامي كبير على كرة القدم المغربية. تأثير اقتصادي على الدوري المغربي: زيادة في مبيعات التذاكر. وجود رونالدو في المباريات سيجذب المزيد من الجماهير، مما يؤدي إلى زيادة في مبيعات التذاكر. ارتفاع في مبيعات القمصان: سيشهد النادي زيادة في مبيعات القمصان، خاصة تلك التي تحمل اسم ورقم رونالدو. زيادة في الإيرادات من حقوق البث: المباريات التي يشارك فيها رونالدو ستجذب مشاهدين أكثر، مما يؤدي إلى زيادة في إيرادات حقوق البث التلفزيوني، جذب رعاة جدد. العلامة التجارية لرونالدو التي تقدر قيمتها بحوالي 850 مليون يورو ستجذب رعاة جدد للنادي، مما يزيد من إيراداته. تأثير إعلامي وتسويقي: زيادة في التغطية الإعلامية. سيحظى الوداد بتغطية إعلامية واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، مما يزيد من شهرته. نمو قاعدة الجماهير: سيؤدي وجود رونالدو إلى زيادة في عدد متابعي النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساهم في نمو قاعدة جماهيره. تحسين صورة الدوري المغربي: مشاركة نجم عالمي مثل رونالدو ستساهم في تحسين صورة الدوري المغربي وجذب الأنظار إليه. تأثير على الحضور الجماهيري: زيادة في الحضور الجماهيري. من المتوقع أن تشهد المباريات التي يشارك فيها رونالدو حضورا جماهيريا كبيرا،
مما يعكس اهتمام الجماهير. تحفيز الأندية الأخرى. نجاح الوداد في جذب رونالدو قد يشجع الأندية المغربية الأخرى على تحسين مستواها والتعاقد مع لاعبين عالميين. انضمام كريستيانو رونالدو إلى الوداد البيضاوي سيشكل نقلة نوعية لكرة القدم المغربية من خلال تأثيره الاقتصادي والإعلامي الكبير. سيعزز ذلك من مكانة الدوري المغربي على الساحة العالمية ويزيد من اهتمام الجماهير والمستثمرين. في الختام، يبقى انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي الوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية 2025 حلما يراود عشاق كرة القدم المغربية والعالمية. إذا تحقق هذا الانتقال فسيشكل نقلة نوعية في تاريخ الكرة المغربية، ليس فقط على مستوى الأداء الفني بل أيضا على الصعيدين الاقتصادي والإعلامي. سيعزز هذا الحدث من مكانة الدوري المغربي على الساحة الدولية ويزيد من اهتمام الجماهير والمستثمرين، كما سيساهم في تطوير البنية التحتية للأندية المغربية ويعزز من قدرتها على التنافس في البطولات القارية والعالمية. على الرغم من التحديات المالية والإدارية التي قد تواجهها الأندية المغربية، إلا أن وجود نجم عالمي مثل رونالدو قد يكون دافعاً لتجاوز هذه العقبات. سيظل السؤال مطروحاً: هل سنشهد كريستيانو رونالدو بقميص الوداد في كأس العالم للأندية 2025؟ الإجابة ستتضح في الأيام القليلة المقبلة مع فتح نافذة الانتقالات الاستثنائية وتحديد القوائم النهائية للأندية المشاركة. في انتظار ذلك، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذا الحدث الكبير الذي يعد بفرجة كروية مميزة ومنافسة شرسة بين أفضل الأندية العالمية. مرحبا بكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.